السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناه سميره شعيب، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير من وصلكم لا فيديو ديالي، وعواشركم مبروكات، تدخل عليكم بالصحه والسلامه، واي حاجه تمنيتوها يا ربي تحقق لكم في هذه العواشر المباركه. اليوم نقترح لكم عصير اقتصادي بدون فواكه، اكيد غادي يعجبكم وكيوجد حتى لاخر لحظه. ها كنقدموه في مائده ديال الافطار. بالنسبه للمكونات عندنا هنا زوج ديال الساشي ديال الفلون بنكهه ديال الفريز، عندنا سنيده او السكر سنيده حسب الذوق، واحد نص سيترو ديال الحليب. بالنسبه لهاد المقادير غنديرهم في مرحله اولى. عندنا جوج ديال المراحل، المرحله الاولى ديال الفلون والمرحله الثانيه ديال العصير اللي غنحتاجوا له واحد ياغورت ديال الفريز ونص سيترو ديال الحليب. قبل ما نبدا معكم طريقه التحضير غنشارك معكم هاد الوساده اللي صايبت، تنتمنى تعجبكم. هانتوما تشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الوساده كنرسم على كما كيقولوا الرسم على الثوب او اعمال يدويه، داخله في اعمال يدويه. مهم الا كان عجبكم بحال هاد الاعمال اليدويه او هاد الوساده وبغيتوني نشارك معكم فيديو خاص كيفاش كنخدم هاد الوساده، خليوه ليا في التعاليق واكيد غنشاركها معكم. وكنتمنى تعجبكم هاد الاقتراح ديال اليوم اللي هو العصير. واجي نشوفوا الطريقه ديال التحضير. ناخذوا واحد الكاسرونه نوضعوا فيها نص سيترو ديال الحليب. بالنسبه للطريقه الاولى كما قلت لكم هذا العصير راه هو سهل، ما فيش شي حاجه اللي صعيبه، كيوجد في رمشه عين وكيجي لذيذ واقتصادي. واخا الصراحه راه حتى حاجه ما بقات اقتصاديه مع هاد الغلا اللي ولا دابا، راه حتى حاجه الصراحه كلشي كيبان لينا غالي، هي الحليب هي الفلون هي اي حاجه، راه كلشي زاد ما شاء الله. ايوا ما عندنا ما نديروا، الله يهدي علينا السي اخنوش ويشوف من حالنا ورحنا عم مساكين. هاد الفيديو راه هو كنرسلو الاخنوش، ها لا راسي اخنوش لما حن علينا. ايوا كيما شفتوا معنا البنات، راني خديت واحد الكاسرونه وضعت فيها نص سيترو ديال الحليب، وضعت زوج ساشي ديال الفلون، وغادي ندير السكر. وبالنسبه للسكر تيبقى حسب الذوق. وبالنسبه للفلون انا درت النكهه ديال الفريز، يعني كيما حبيتوا، بغيتوا النكهه ديال الفريز، بغيتوا النكهه ديال الموز، اي نكهه عجبتكم ديروها ماشي مشكل. غادي نوضعوا هنا السكر. انا درت بالنسبه للسكر 3 المعالق. هذه كمرحله اولى بالنسبه لهذا الخليط، راه هو خليط ديال الفلون، يعني اي وحده كتعرف تصايب الفلون. غادي نوضعوه على النار. قبل غادي نخلطوه بالفويه باش يذوب لنا داك السكر وداك الفلون، يذوبوا مزيان وندمجوه مع الحليب. وغنوضعوه على نار اللي متوسطه مع التحريك حتى كيبدا يغلى لينا داك الحليب بحال يبغي يفيض. عاد غادي نزولوه من النار. نتوما غتشوفوا معايا كلشي، ها نتوما شوفوا في الجناب ديال الكاسرونه راه هو بدا كيغلي. انا كنحرك غير بشويه باش تشوفوا. وكنعتذر على الجوده ديال التصوير، ما كايناش كيما هي، لحقاش انا التليفون ديالي راه مخسر. كان مسكين راه كنصور معاه بزز كنصور معاه، عرفتوا راه عذبني. بعد المرات كيطفى، بعد المرات كيشعل ليا الضو. ايوا قلت نرجع للقناه ديالي، شحال هذه ما حطيت حتى شي حاجه. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، اللي هو بسيط وسهل. المهم كما شفتوا معايا انا من بعد ما طاب لينا داك الخليط ديال الفلون، غادي نوضعوه في هذا البول هذا ديال الزاج، وغنخليه حتى يبرد لينا شويه ويحيد داك البخار. غندخلوه للثلاجه حتى يجمد يولي على شكل الفلون، وغتشوفوا معايا كلشي في لا فيديو. المهم انا غندخلو الثلاجه ورجع معكم باش تشوفوا. ومن بعد ما جمد لينا الفلون انا خرجته من الثلاجه، كيجي لهاد الشكل. بلاتي نوريكم تشوفوا، ها نتوما يعني راه عاقد على شكل فلون. غادي نقطعوه كامل طريفات، ها نتوما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي ندوزو دابا المرحله ديال العصير. مرحله اولى حنا صايبنا الفلو، دابا المرحله الثانيه اللي هي العصير. يعني ناخذ واحد الخلاط الكهربائي، اي خلاط كهربائي عندكم باش ديروا العصير. غادي نوضعوا فيه هاد الفلون، ومن بعد غنزيدوا ياغورت ديال الفريز بالنكهه ديال الفريز. بغيتو ديروا شي نكهه اخرى ديروا. بالنسبه لي انا الفلون ديال الفريز مع ياغورت ديال الفريز كيجيو يعني كيجيو كيفاش نقول لكم ملائمين، ياك جمله صحيحه بعدا. المهم من بعد ما غنفرغ الياغورت ديالي على الفلون غنزيد السكر السنيده
حيت غادي نزيد واحد نص لتر ديال الحليب، يعني خصني ضروري نزيد سنيده، وكتبقى الحلاوه حسب الذوق. وصافي انا زدت 2 معالق، غنزيد معاهم نص لتر ديال الحليب. صافي كما كتشوفوا معايا بالنسبه للحليب راه دخلته الثلاجه خليته برد مزيان. ودابا هنا غادي نطحنوا العصير ديالنا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، نطحنوه مزيان مزيان. غادي يجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، عاقد وشاد راسو، كيجي بارد. وعرفتي راه اش غنقول لكم، مذاق رائع. جربوه، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره، يعني المكونات جد بسيطه وكيبجد بسرعه كما شفتوا معايا، كيجي غزال. وهنا راه كما شفتوا راه فرغته في الكاس. دابا غنفرغ في هاد القنينه وغادي نقدمه للاسره ديالي يشربوه بالصحه والسلامه. وما كرهتكمش كون كنتو معايا تذوقوه، اكيد غيعجبكم، ولكن غادي تجربوه وردوا عليا الخبر. المهم كنتمنى البنات الفيديو ديالي يوصلكم ويدخل عليكم في هاد العواشر بالهنا والتيسير والرزق والصحه، ويلقاكم هانيين ومرتاحين. وما تنساونيش بطبيعه الحال عجبكم لا فيديو باللايكات ديالكم والتعاليق الجميله اللي كتدخل في القلب ديالي الفرحه. وشكرا لكم كاملين، وكنعتذر على هذا الغياب الطويل. كانت شي ظروف، يعني ظروف لي شويه قاصحه، وكنحاول ننزل فيديوهات مره ولكن الظروف كانت اقوى. المهم ما غاديش نطول عليكم ونقول لكم السلام عليكم. ان شاء الله ما غاديش نغبر عليكم، وان شاء الله نشارك معكم فيديوهات اللي اكيد غيعجبوكم. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.